دلوقتي احنا اتكلمنا على الماركتنج اوتوميشن. ايه اول حاجه بتيجي في بالك اول ما يجي في بالك الماركتنج اوتوميشن؟ ان الماركتنج هيكون اوتوماتيك. ايه اول حاجه بتيجي في بالك؟ يلا الإعلانات اتفضل يا اللي دكتور. بتعملها يعني مثلا تحدد لها وقت معين تتعمل لحالها، يعني بدون ما أنت تتدخل. هتحدد مثلا ميعاد مثلا من الساعة 10 الصبح للساعة 6 المغرب، كل يوم مثلا تتكرر في نفس الميعاد، بدون ما أنت كل يوم تدخل وتسوي الإعلانات مثلا يعني. تمام تمام. ايه كمان؟ مين تاني يقول لنا رأي تاني او رأي مشابه عادي؟ طارق. هو ممكن يكون اولا زي ما الزميل اتكلم في الحتة دي ان هو فعلا هيكون زي سكادجول للبوستز اللي هتنزل او حاجة زي كده. في برضو اللي هو البوت اللي بيرد على الرسائل. في حاجة تالتة ممكن تكون دي خاصة بالاستهداف، يعني هو بعد كده هيشتغل اوتوميتد الفيسبوك مثلا وليكن، يعني ان هو هيبدأ يشوف النتائج رايحة فين ويبدأ ان هو يشتغل عليها. يعني مثلا لو انا جميل. شغال مثلا في اكتر من محافظة مثلا، هيبدأ يشوف افضل الحاجات فين وهيبدأ يشتغل عليها. تمام يا طارق. تمام. رأيي بس يعني. انت رافع ايد اهو. تعالوا نستعمل الفيتشر دي في الابليكيشن، احنا نرفع ايدينا كده وننظم الحوار. بس انت اتفضل. اوكي، انا شايف ان هو اي حاجه تبقى اوتوماتيك، يعني بروسيس يمشي اوتوماتيك مع تدخل بسيط للانسان. ممكن ان هو يظبط مثلا عمليه في الاول، يعمل سيت اب سريعه او مش سريعه، يعني قصدي يعمل سيت اب مثلا شكل سيناريو معين، يس او نو، حسب بقى يعني تعقيدها او بساطتها، يعني مش متاكد قوي، بس حسب الموقف او السوفت وير يعني. وكل تول بتختلف عن التانية يعني. اذا كان ويب سايت، اذا كان اعلانات، زي ما الناس حلو قوي. بس انت الزملاء يعني هنا اتفضلوا يعني. ايوه، تعريف قريب جدا جدا من اللي احنا هنتناقش فيه. كويس قوي. مثلا مين تاني يحب يضيف حاجه؟ وليد. ايه اللي بيجي في بالك اول ما نقول ماركتنج اوتوميشن؟ انا لا، انا الموضوع شدني بس مفيش حاجه جديده جت في بالي. بس ماركتنج اوتوميشن انا شايفها ما تظبطش. تمام. شايف علشان ان ايه؟ مش علشان ممكن خاطر يبقى لازم بني ادم. كل مشكله ليها نفس الحل. تخيل بقى مم، لو اوتوماتيك وبيرسونلايزد في نفس الوقت. هي يعني اوتوماتيك ماشي، لو لكن بيرسوناليز دي جديده. طيب حلو كويس. انا مبسوط ان التوبيك جديد يبقى فيه فرصه حلوه ان احنا نقعد نتناقش فيه. كويس قوي. النهارده اليوم بتاعنا متقسم نصين. النص الاولاني ان هو الانترو، ان احنا نتكلم على مقدمه الكورس، والكورس الثاني الجزء الثاني هنتكلم على اسئله. مش شرط على نفس التوبيك، يعني ممكن تسال على نفس التوبيك او تسال في الماركتنج عموما. تمام. فاتني فخلونا كتير. كده ايه، نبدا. لا خالص، خلونا نبدا على طول. يلا بينا. يلا حد بينا. حابب يضيف حاجه؟ طيب انا هعمل شير سكرين عشان تتابعوا معايا البرزنتيشن. استاذنكم نقفل ايه كلنا المايكات. البرزنتيشن و مسجله، مش لازم ناخد نوتس، صح؟ اه ممكن تجيلكم على طول على على الانبوكس. اطلبوها في الانبوكس تجيلكم على طول. طب تمام. مش محتاجين نوتس ولا حاجه. however اللي بيحب يكتب نوتس مفيش مانع يعني. طيب يلا بينا. الماركتنج اوتوميشن. قلنا يعني ايه ماركتنج اوتوميشن؟ ببساطه ان انت الخطوات اللي بتحصل في الماركتنج بشكل متكرر هتخليها تحصل اوتوماتيك عشان توفر وقت. تمام. نقول تاني كده. الخطوات اللي بتحصل في الماركتنج انت هتخليها تحصل اوتوماتيك علشان توفر وقت. وتحط في الحسبان ان الخطوات دي لازم تكون بيرسونلايزد ومبنية على كل شخص وكل عميل. طب دي تيجي ازاي دي؟ ده اللي هنتكلم فيه بقى النهارده. الماركتنج اوتوميشن هو كأنك شفت الفريق بتاعك في الماركتنج، ايه الاكشن اللي بياخده بشكل مستمر مع العملاء مانيوال، وقلت له طب استنى هريحك من الموضوع دوت واخلي سوفت وير يقوم بالمهمه دي مكانك. تخيلوا الموضوع يبقى مفيد ازاي بقى. اديك مثال. النهارده انا اشتريت من الموقع بتاعك حاجه. تمام. بدل ما يجي لك
حد من الفريق بتاعي يبعت لك يقول لك انا اشتريت الموقع بتاعك، بدل ما حد من الفريق بتاعك يجي يقول لي شكرا ان انت اشتريت والشحنه هتوصل بالشكل الفلاني وتتواصل مع العميل اللي اشترى، ده ايميل اوتوماتيك يجي لي. بس كده لا، كمان انا جات لي الحاجه كمان كام يوم يجي لي ايميل اوتوماتيك تاني يسالني على فيدباك على البضاعه دي اخبارها ايه. كمان كام يوم يجي لي ايميل فيه معلومات مفيده عن الصناعه بتاعتك وتفيدني في شغلي مثلا او في حياتي. كمان كام يوم يجي لي فيديو، يجي لي منتج جديد انت شايف ان هو مفيد ليا. كل ده يحصل اوتوماتيك بسيناريو مدروس بدون ما حد يتدخل يبعت لعميل عميل باسمه الايميلات ديت. تخيل مثلا انا جيت دخلت على الموقع بتاعك وشفت منتجات معينه عملتها اد تو كارت وما اشتريتش، ايه اللي يحصل؟ مش هتسيبني بقى، هروح على بلاتفورم تاني ابص الاقي نفس المنتجات ديت ظهرت لي. طب مش هشتري برضه. اخش على موقع اخباري الاقي نفس المنتجات دي موجوده في بانر. طب مش هشتري برضه. مفيش 3 ايام ولقيت خصم خاص على نفس المنتجات ديت ظهر لي انا بس. يبقى واضح، وكل ده اوتوماتيك. واضح ان في طريقه تخلي الحاجه تشتغل اوتوماتيك باقل قدر من التدخل البشري. طبعا هو لازم تدخل بشري في الاول، انك تدور العربيه، تمام، تدور الموتور ده، لكن بعد كده السايكل دي تشتغل بشكل مستمر. الموضوع ده مهم ليه يا ترى؟ حد يقول لي يلا، ليه الموضوع ده مهم؟ المتابعة مع العميل بعد ما يشتري ساعات بتبقى سبب ان هو ما يرجعش الحاجة. ممكن جدا، هو برافو، لو جميل جاب قوي. الصنف وحطه في البيت قدامه 3 4 ايام واكتشف ان هو مش محتاجه ممكن يرجعه، خلاص لا انا الدنيا ايوه ماشية من غيره. ايوه، جميله جدا دي، جميله جدا دي. لكن لما محمد حسن. تنكشه عملت ايه او ما عملتش ايه، هيجري يفتح العلبة هيستعمله خلاص. ايوه، منطقيه جدا جدا. كويس، ايوه ليه. محمد حسن بعدين محمد عبد المنعم. اتفضل يا محمد حسن. السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. هو الموضوع ده مهم، بيخلينا مثلا نستهدف الثلاث عملاء او الثلاث انواع من العملاء اللي هم الكولد والورم والهوت، من غير ما انا اقعد ادخلهم في المرحله اللي بعديها. فاجهز مثلا كونتنت بياع مثلا، او كونتنت بيوصل العميل الكولد للورم، وبعدين اوصل العميل من الورم للهوت، واعمل كونتنت في الاخر للهوت يكون بياع. فانا اديت الرساله الصح في الوقت الصح للناس الصح وانا قاعد مع الله نفسي. عليك، كل حاجه الله عليك. انت اوتوميشن. خدت معانا كورس مارتن بلاننج؟ اه. طيب، كويس كويس. بحب انا الجمله دي قوي، الرساله الصح للناس الصح في الوقت الصح. الله عليك يا محمد، كويس قوي. محمد عبد المنعم، اتفضل. مستر جون، دي برضو ساعدت في، يعتبر طلعت من الماركتينج ودخلت في جزئية خدمة ما بعد البيع. إن هي خدمت الماركت ده خدمني في الجزئية بتاعت خدمة ما بعد البيع. إنه بيبعت لي رسالة للعميل، سواء بيشيك بياخد بيشيك على المنتج اللي هو باعه، أو سواء إن هو بيتابع معاه. ففيها جزء اشتراك مع خدمة ما بعد البيع. والله أعلم يعني، أنا لسه راجل 100%، مبتدئ، مش متأكد إن أنا 100%. صح. بس مش محتاج تقول لي مستر، قول لي جوان على طول. عبد السلام، اتفضل. هو نفس الكلام، بس احنا بننقل الضيف او العميل من مرحلة الاويرنس للكونسيدريشن للادفوكاسي. بس لو كده انت هتستريح كتير يعني، بدل ما يعني سواء بقى اذا كان العملاء على الفيسبوك او تويتر او على اي ايوه، منصة، لو كده هتبقى انت، يبقى انت مش تعمل حاجة، انت بس هتستهدفهم صح في الاول، وبعد كده خلاص هو هتتعمل اوتوماتيك كده. انت مش هتتعب في حاجة، انت هتتعب في الاول بس، في اول مرحلة. تخيل كده الموضوع ده هيوفر معانا وقت قد ايه ومجهود قد ايه. فبتفرق جدا جدا. وفي صناعات كتير قوي قايمه او مكسبها قايم على الحته دي. طيب ممتاز، تعالوا تاني نعمل شير سكرين ونقفل كده المايكات ونشوف ازاي نقدر نعمل كده. اي ماركتنج اوتوميشن يا جماعه مبني على حاجتين: تريجر وسيكونس.
التريجر ديت كلمه جايه، عارفين انتوا المسدس مش فيه زناد؟ تمام. الزناد ده لما بتدوس عليه هو اللي بيتريجر الطلقه انها تتحرك. تمام. دي جايه منها يعني. فتريجر هنا هي حدث هيحصل يشغل الموتور، حدث هيحصل يزق الدومنة اللي انت مركبها كده، مرتبها على المكتب ورا بعض. عارفين انتوا الحركه اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين، نرتب الدومنة كده واقفه على المكتب، وبعدين نروح شايطين اول دومنة تروح سحبه الباقي، ده تريجر. يبقى الاوتوميشن هيشتغل لما يحصل تريجر معين. طب ايه اللي هيشتغل بعد كده؟ هيشتغل سيكونس. واللي فيكم بقى دارس حته الانباوند ماركتنج او السيلز فانل عارف كويس ازاي ان العميل عشان يشتري لازم يعدي في رحله. تمام. وكل هدفنا في الكورس دوت ان احنا نخلي الرحله دي اوتوماتيك، تحصل اوتوماتيك على قد ما تقدر. في حاجات فيها هتتعمل ممكن تعملها بايديك، بس على قد ما تقدر الهيدك بتاعها يتحول اوتوماتيك. طب الرحله ديت عباره عن تسلسل معين، التسلسل ده انت مرتبه كويس قوي، عامل له كونتنت كويس قوي، قايل كده في مرحله الاويرنس انا هعمل له الايميل الفلاني، انا هعمل له الكونتنت الفلاني. في مرحله الكونسيدريشن هعمل له الكونتنت الفلاني، في مرحله السيل الديسيجن هعمل له الكونتنت الفلاني. ففي تسلسل معين هندي امثله عليه دلوقتي. تمام. يبقى كلمه ماركتنج اوتوميشن تفتكر بيها الحاجتين دول. تريجر هيحصل يروح مشغل التسلسل اللي انت مرتبه كويس جدا. هديك مثال، واحد سجل على الموقع بتاعك، بعد كده يروح له ايميل اوتوماتيك يرحب بيه، بعد كده ايميل فيه معلومات مفيده، بعد كده ايميل فيه عرض جديد لمنتج جديد. تمام. واحد اشترى، طيب نبعت ايميل ناكد عمليه الشراء، نستنى كام يوم، بعد كده نطلب رايه، بعد كده نعرض منتج جديد. واحد مثلا شاف منتجاتك على الموقع بنعيد استهدافه، انا دي قلتها من شويه، ممكن نستنى شويه، بعد كده يلاقي خصم على نفس المنتجات. طيب حدد لي بقى من الامثله اللي قلتها ديت ايه هو التريجر وايه هو السيكونس. واحد سجل في الموقع بتاعك، تريجر. ما هو السيكونس او التسلسل انت مسطبه على السوفت وير ومجهزه كويس. تمام. هو راح سجل وساب الايميل بتاعه على الموقع، ايه اللي هيحصل؟ يخش في السيكونس على طول، ايميل يرحب بيه، ايميل معلومات مفيده، ايميل في عرض، وتوصل بالتسلسل دوت لواحد لسه مسجل، لسه عارفه الجديد، او انت عملت له اعلان على السوشيال ميديا وديته على اللاندنج بيج راح مسجل في اللاندنج بيج مثلا. تمام. فهنا الراجل ده مشي في رحله متفصله عليه باسمه. في واحد تاني لا ده اشترى قبل كده، ده عميل بالفعل، فده عدى المراحل بتاعه الاويرنس والكونسيدريشن والديسيجن اللي انت دلوقتي بتعملها للراجل الاولاني دوت. فده بنبعت له، لا بنبعت له حاجات تانية. واحد اشترى، ده التريجر اللي حصل، ايميل ناكد عمليه الشراء، نستنى وقت، ده بنعتبره تريجر. فكره قد كده اوردر بعد 3 ايام ابعت له الايميل اللي فيه السيرفي، كلمه بعد 3 ايام ديت تريجر. تمام. وهكذا. يبقى اول حاجه تيجي تفكر فيها لما تيجي تبني الماركتنج اوتوميشن بتاعك، ايه التريجرز اللي هتحصل، وايه السيكونس او التسلسل اللي انا هعمله علشان اوصل للهدف بتاعي. طبعا دي امثله بسيطه، الموضوع مركب عن كده، وهندي امثله برضو دلوقتي. ازاي بقى تعمل خطه لموضوع الاوتوميشن دوت؟ اول حاجه خالص تفكر هو انا هدفي ايه. طبعا هدفي تعمل مبيعات، بس غير موضوع المبيعات، هدفي ايه؟ عايز الناس اللي عملت اد تو كارت على الموقع تكمل عمليه الشراء، ده هدف واضح كده. عايز الناس اللي سابت ايميلاتها على الموقع او في اللاندنج بيج او في فورم الليد جنريشن يمشوا معايا الرحله من الاويرنس للكونسيدريشن للديسيجن ويشتروا في الاخر. عايز الناس السبسكرايبرز يزيدوا، اللي هم متابعين النيوزليتر بتاعي، او السبسكرايبرز للخدمات بتاعتي عددهم يزيد، لان يحصل لهم ريتنشن، يعني يجددوا السبسكريبشن بتاعهم. تمام. ده اسمه الهدف بتاعي من الاوتوميشن. اهداف تانية ان اشيل الهيدك بتاع التاسكات المتكرره من على الفريق بتاعي، دي تنفع جدا تضاف للاهداف ديت. طيب هعمل كده بانهي طريقه؟ هوصل لهم ازاي؟
اوصل لهم بلاندنج بيج ولا بالموقع ولا بالسوشيال ميديا ولا بليد جنريشن، اعلان ليد جنريشن على الفيسبوك ولا لينكدين؟ ايه الطريقه اللي اقدر بيها احقق الهدف دوت؟ ايه الفرصه اللي قدامي؟ طيب انا عرفت الطريقه، تعالى بقى ارسم تسلسل، ارسم خطه اقدر اعمل بيها الكلام ده. وبعد ما تعمل الخطوات ديت جرب الخطه يدوي. والحقيقه كلنا بنبقى عايزين ايه؟ نسكيب الخطوه دي، لسه هجرب الموضوع يدوي؟ لا، انت المفروض تجربه يدوي وكذا مره وتقعد تطور فيه وتحسن فيه، بعد كده تروح تعمله اوتوماتيك على السوفت وير. تمام. طيب حتى الآن في أي أسئلة أو حد عايز يقول حاجة؟ يعني الدنيا وضحت شوية ولا في حد عايز يسأل على حاجة؟ يقدر يرفع إيده على طول. طيب كويس، يبقى احنا قلنا كده. هرجع تاني أعمل شير سكرين. يبقى احنا قلنا كده أمثلة على الأوتوميشن، وقلنا بعض الخطوات اللي تحطها في بالك. تمام. إيه الهدف بتاعي؟ أخلي العميل يشتري ويملى سيرفي مثلا، أحول مهتم العميل. طب إيه الطريقة اللي هوصل بيها؟ أحدد التسلسل المطلوب إزاي؟ ايه الخطه اللي انا عايزها؟ الرحله بتاعت العمليه هتمشي ازاي؟ بعد ما احط الخطه اروح مجربها يدوي، يعني اشغلها يدوي بدون سوفت وير علشان اقعد اصلح واطور واعدل فيها وهكذا. تعال بص معايا على التسلسل ممكن يبقى شكله عامل ازاي. وستيل دي حاجه تعتبر بسيطه شويه. نفترض عميل ساب ايميله. هيسيب له ايميلك ليه؟ هيسيب ايميله ليك ليه؟ هل مثلا ويبينار قلت له في محاضره اونلاين هتحضرها فتسيب الايميل بتاعك؟ دي طريقه. هل اديته مثلا كتاب فري اي بوك يحمله؟ هل اديته فري جايد يقدر يستفيد منه وحطيته على لاندنج بيج وعملت عليه اعلان؟ هل اديته حاجه مهمه جدا هو محتاجها وعملت له ليد فورم على فيسبوك يملاها؟ او استهدفته من خلال لاندنج بيج؟ يا ترى ساب ايميله ليه؟ دي اول حاجه، دي اول طريقه تبدا تفكر فيها. انا عايز ايميله، هعمل ايه عشان خاطر اجيب الايميلات ديت؟ اول ما يسيب ايميله جاله ايميل ترحيب، وجاله لازم الايميل ده يكون فيه فاليو، يا اما بقى الكتاب يا اما الويبينار يا اما الحاجه اللي هو علشانها ساب الايميل. تمام. طيب كويس، فتح الايميل وتفاعل معاك. ممكن جدا نبدا نعرض المنتج اللي ليه علاقه بالموضوع اللي ساب ايميله علشانه. انتوا معايا في البرزنتيشن؟ انا دلوقتي رحت على الدراع اللي على يميني انا في الحته بتاعت فتح الايميل. لو فتح الايميل ابدا ابعت له ايميل تاني في عرض المنتج. طب لا، ما فتحش الايميل، ابعت له ايميل يكون فيه فيديو، والفيديو دوت جذاب مفيد، لسه ما عرضناش اي منتجات عليه. طيب انا دلوقتي رحت ناحيه ايه؟ الناحيه الشمال، ما فتحش الايميل. تمام. طب بعت له ايميل الفيديو برضه ما فتحش الايميل. كده لا، هوقف ايميلات لان واضح الايميلات هي مش مركز معاها. فابدا اكلمه في التليفون او اتواصل معاه اعرف الايميل ما وصلوش ليه، اعرف مش بيفتحه ليه، هل في طريقه تانية اوصل له بيها وهكذا. تمام. طيب فتح ايميل الفيديو، هروح واخده من ايميل الفيديو وابعته لعرض المنتج الايه، الايميل اللي انا مجهزه قوي لعرض المنتج. يبقى في محطة هنا زادت علشان ما فتحش الايميل الاولاني بسهولة. فخليت لما راح الفيديو وشاف الفيديو رحت بعت له بعديها الايميل بتاع عرض المنتج. طب لو اشترى ابعت له ايميل شكر وتأكيد على الشراء. بعد كده استنى وقت وبعد كده اغذيه بالمعلومات. طب لو ما اشتراش لما بعت له عرض المنتج اغذيه بالمعلومات. ما فيش بقى ايميل شكر ولا تأكيد، ما هو اشتراش. غذيته بالمعلومات، اعمل ايه بعد كده؟ اروح اعرض عليه منتج جديد واعمل له ابسل يشتري حاجة جديدة. هنا ده قصدي بأرسم التسلسل، خطة كده محكمة وبالاحتمالات بتاعتها. بس عايز اقول لك المراحل دي بسيطة قوي، في حاجات معقدة كمان اكتر من كده. تمام. طيب حتى الآن في أسئلة؟ هل التسلسل ده واضح؟ هل نور شوية المقصود بحتة الأوتوميشن؟ يبقى احنا بنعمل سيناريو. السيناريو دوت بنقول فيه يلا يا سوفت وير لو حصل كذا اعمل كذا، لو حصل كذا اعمل كذا. تمام. طيب ممتاز. تعالوا نعرف بعد ما انا عرفت هدفي
وبعد ما انا حطيت التسلسل بتاعي وعرفت لو حصل تريجر فلاني هنعمل التسلسل الفلاني، اروح اختار السوفت وير اللي هستعمله ازاي. في موقع رائع جدا هعرفكم عليه حالا يسهل علينا المهمة ديت. هعمل شير سكرين ونبص عليه حالا. الموقع ده ظريف، هتحفظوا حتى الدومين بتاعه، اسمه g2.com. تمام، اهو g2.com. في الموقع دوت اي سوفت وير عايز تختبره وتعرف اراء الناس فيه ايه والفيتشرز بتاعته، بتكتب هنا اسم الفيتشر او الكاتيجوري عموما اللي السوفت وير ده موجود فيه، او اسم السوفت وير نفسه او الخدمه اللي بيقدمها، وتروح عامل سيرش وتشوف النتيجه. نكتب ماركتنج اوتوميشن، هيطلع لنا النتيجه ديت. هتبص تلاقي جايب لك كل المواقع اللي فيها الماركتنج اوتوميشن او السوفت وير اللي تقدر تعمل ماركتنج اوتوميشن، بالرانكينج بتاعها موجود. والكلام ده مبني على اراء ناس كتير جدا جربت السوفت وير. ومن ضمن التولز الظريفه اللي في الموضوع ده انك تقول له فيو جريد. فيو جريد ديت بتجيب لك بقى شكل كده بياني ظريف بيعرفك مين هم الماركت ليدرز بتوع الصناعه ديت. ده هاب سبوت في المقدمه، يجي بعديه اكتف كامبين، فتعرف ان دول اكتر سوفت ويرز يعتبروا ماركت ليدرز. تمام. هنا الجزء ده فيه هاي بيرفورمرز، يعني هنا ال الاداء بتاع السوفت وير هنا اهو اداء كويس جدا مش وحش، لكن ممكن يكون تواجده في الماركت مش زي الجماعه دول. يعني ميلي تشامب من ضمن الحاجات المشهوره اهو نازل شويه في حته تواجده في الماركت، لكن البرفورمانس بتاعه ايه؟ هاي بيرفورمانس. انتوا عارفين انتوا لما بنعمل اكس وواي في اي تشارت، فاي حاجه ناحيه اليمين، اي حاجه ناحيه اليمين هنا اهو هاي بيرفورمر، اي حاجه فوق هنا اهو معناها ان الايه الماركتنج بريزنس ان هم موجودين في السوق بشكل ايه كبير. فممكن جدا مثلا تختار حاجه الاداء بتاعها كويس لكن مش مشهوره قوي، على حسب انت محتاج ايه. طيب كويس، علشان تقدر تستفيد بقى بالكلام دوت، انا لسه ما عرفتش انا اختار ايه. هدوس مثلا على الهاب سبوت كده، بيبدأ يديني تفاصيل كتير. يقول لي ان في فري ترايل، يقول لي الريفيوز بتاعت الناس ايه لو انا عايز ريفيوز 7000 ريفيو. بعد كده في ديسكشنز معموله على السوفت وير بتاعه. بعد كده اخش على الفيتشرز، ودي حته ظريفه بتخليك تعرف الحاجات اللي انت محتاجها في التسلسل هتلاقيها ولا لا. طب انا عامل تسلسل في ايميل ماركتنج، لا الجماعه دول عندهم ايميل ماركتنج كويس. طب الناس بتقول ايه على الايميل ماركتنج بتاعهم؟ ممكن انزل تحت كده واشوف مقيمين الناس الخدمه بتاعتهم ازاي ومدينها كام في المية. تمام، ادي الايميل ماركتنج مقيمينها من ناحيه البيلدينج وهل هي بيرسونلايزد ولا لا، مدينها 88% بيزد على 3000 ريفيو. ممكن كمان اخش على الريفيو دوت اشوف هم قصدهم ايه. طب بصراحه انا بقارن بين هاب سبوت واكتف كامبين اللي هم كانوا فوق. بص على اليمين هنا، اي مقارنه في بالك هتبص تلاقيها موجوده على اليمين هنا، بحيث برضه تسهل عليك التول اللي انت هتختارها. تمام. طيب ممتاز، احنا كده خلصنا الانترو بتاعه الكورس دوت. ببساطه الماركتنج اوتوميشن هو تريجر وسيكونس، بتحدد ايه التريجر اللي انت هتستفيد بيها وايه التسلسل اللي انت هتبنيه. بتروح تبني التسلسل بتاعك، بس قبل ده كله افتكر انك تحدد الاهداف بتاعتك كويس وتعرف ايه الادوات بتاعتك. طب اعرف الادوات منين؟ هروح على جي 2 واختار الادوات. طيب بعد ما اخترت الادوات هروح احط التسلسل وبعدين اروح مجربه مانيوال مع العملاء واقيس النتيجه. قست النتيجه كويس، ابدا اعدل فيها. عدلت، ابدا حط الكلام ده على السوفت وير وريح بقى دماغك من كل الاكتيفيتيز بتاعه الماركتنج اللي كان الفريق بتاعك ممكن يكون بيعملها بايديه، تتحول تبقى اوتوماتيك. تمام. احنا كده خلصنا الانترو. يا ترى الخطوه اللي جايه ايه؟ الخطوه اللي جايه ناخد بقى سوفت وير نديك ديب فيه ونقعد نتكلم في الفيتشرز بتاعته وازاي نستفيد بيها. تمام. ده كده الاستراكشر بتاع الكورس دوت.
نوقف تسجيل واسمع اسئلتكم.